السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنشرح تاني خدعة من سلسلة دون جوان بعنوان توهي. والخدعة اسمها توهي لان ببساطة انت بتاخد البنت قلب احمر تضيعها في الكوتشينة، بعد كده تقول للشخص قول اي رقم انت عايزه، ونفترض مثلا يقول 27، تعد 27 كارت تلاقي الكارت رقم 27 هو بنت قلب احمر. مفيش كروت متكررة، هي نفس البنت، حتى ممكن تطلب منه ان هو يمضي عليها او يديها اسم معين. مثلا لو هو متجوز او بيحب واحدة او ايا كان ممكن يكتب عليها اسم حبيبته، ولنفترض مثلا فاطمة فيكتب فاطمة على البنت، فيكتب فاطمه على البنت، وبعد كده تضيع البنت وسط الكروت وتفنط الكوتشينه ومش عارف ايه. بعد ما يقولوا الرقم في الاخر يحس ان هو احساسه وصل للبنت اللي هو بيحبها، فقدر يعرف مكانها يعني. وفي الاخر تقدر تديله البنت دي ككادو يديها لخطيبته او مراته او البنت اللي بيحبها او ايا كان. فدي فكره الخدعه وفكره اسمها. عشان ما اطولش عليكم تعالوا نشوف شرح الخدعه على طول. قبل اي حاجه لازم تفهم ان الخدعه فعلا زي ما انا شرحت، الخدعه مش سهله في انك تعملها، بالعكس محتاجه تدريب كتير جدا، وما انصحش ان انت تعملها من اول يوم ولا تاني يوم ولا حتى اسبوع. اوعى تعمل الخدعه دي بالذات الا بعد ما تتدرب عليها كويس جدا. الفكره كلها ان انت بيبقى معاك بنت، تطلب من الشخص ان هو يمضي عليها او يديها اسم هو عايزه، بعد كده تحط الكارت وسط الكوتشينه وتفنط الكروت وتقول للشخص تفتكر البنت دي مكانها رقم كام في الكوتشينه، فيقول لك مثلا رقم 14. ولنفترض مثلا ان البنت دي اسمها فاطمه، فانت قول له تتوقع فاطمه فين في الكوتشينه، انت الوحيد اللي تقدر تعرف. فيقول لك مثلا 14، فتبدا تعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. هنلاقي فاطمه فعلا، وكل الكروت اللي بعد كده عشوائية تماما، حتى كل الكروت اللي وقعت زي ما انتم شايفين كده كلها ارقام وكروت عشوائيه. دي كانت الخدعه. وقبل ما نشوف الشرح عايزك دلوقتي حالا تنزل تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تعمل لي فولو على اكونتات السوشيال ميديا بتاعتي، انستجرام وفيسبوك وتيك توك، هسيب لك اللينكات كلها تحت في صندوق الوصف. وبالذات انستجرام اهم واحد لان انا هناك بنزل عليه محتوى مختلف شويه، وهيبقى انت عندك الاولويه انك تسالني اي سؤال وتبقى دايما عارف ايه الجديد اللي هينزل او اللي انا هنزله او بخطط له او كده. وما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت وتقول لي ايه رايك، واكتب لي كومنتات هنا وفي الفيديوهات اللي فاتت وكده، يعني شويه حركات كده حلوين علشان خاطر اتشجع ان انا اعمل لكم فيديوهات دايما مش هتلاقيها في اي مكان. عشان ما اطولش عليكم يلا بينا نشوف الشرح. بص يا سيدي، الحوار كله هو ان انت بيبقى معاك بنت وبعد ما يتمضى عليها بتتحكم فيها تخليها اول كارت. فانت ليك اسلوبك اللي انت عايزه. ممكن تعمل باس بالشكل ده، انك عن طريق تاخد الكارت تحطه في نص الكروت، تعمل بريك وبعد كده تعمل كده. خلاص، اي شكل انت عايزه ممكن تعمله. مثلا الشخص اختار البنت اهو وكتب عليها الاسم اللي هو عايزه، ترجع الكروت ببريك وبعد كده تعمل دبل اندر كات اللي انا شرحتها في فيديوهات كتير. تقدر تشوف الفيديوهات اللي فاتت هتلاقيني شارح بالظبط الدبل اندر كات، انك تتحكم في الكارت وتخليه اول كارت. ممكن برضو تعمل كده، تحط الكارت في النص تتحكم فيه تخليه اخر كارت، بعد كده تفنط فيبقى اول كارت. الحركه دي تمت ازاي؟ اهو عن طريق ان انا ادخل الكارت كده بميل شويه، ولما بزقه الكارت بيظهر هنا من الجنب، بسحبه وبيبقى اخر كارت. بعد كده لما باجي افنط بعمل كده، بس بص من الناحيه دي طبعا مش باين. بعد كده ابدا بقى عادي الف دراعي او الف ايدي، المهم ان انا بتحكم باي طريقه اخلي بيها البنت اول كارت. بعد كده بعمل حركه اسمها سكند ديل. سكند ديل يعني انا بعد من تاني كارت. الحركه دي ليها تكنيك معين وظبطه معينه ومحتاجه تدريب معين، ومحتاج اصلا ان انت تبدا تعود مخك الاول على الحركه قبل ايدك. اللي بيحصل في الوضع ده حاجه اسمها مايند ماسل كونكشن، يعني التواصل العضلي العصبي او التواصل اللي ما بين عضلاتك ومخك. لازم مخك يبقى فاهم او متعود على الحركه دايما. اللي بيحصل كالاتي، ان انت وانت بتعد خلاص الكارت اول كارت قول لي اي رقم، فيقول لك مثلا 20. فانت دلوقتي بتعمل ايه؟ بتفضل تعد من تاني كارت. بس بص شكل الحركه بيبان كانك بتسحب اول كارت. والاحسن كمان ان انت تستعمل كوتشينه ملهاش بوردرز زي دي، ملهاش حواف بيضه زي دي، زي مثلا الكوتشينه اللي انا هسيبها لكم هنا في الصوره دي. الكوتشينه دي اسمها بي. كل ما الكوتشينه ما يبقاش ليها حواف كل ما يبقى احسن جدا والموضوع هيبان سلس اكتر. فاول حاجه لازم تهتم بالبوزيشن. البوزيشن هو انك تبقى واقف كده او قاعد، طبعا هيكون قدامك طاوله والشخص قاعد قدامك، لا هو على يمينك ولا هو على شمالك. تاني حاجه بتمسك الكوتشينه بايدك الشمال بالشكل ده. طبعا الكاميرا معكوسه فدي انتوا شايفينها اليمين بس هي في الحقيقه الشمال.
شمال، 3 صوابع هنا، الابهام بالشكل ده، والسبابه كده، السبابه لا هو تحت ولا هو بجنب ولا هو السبابه كده بالظبط. بعد كده ببدا اسنطر ايدي بحيث ان الكورنر يبقى بالظبط جوه كف ايدي كده. خلاص اهو على قد ما اقدر كده انا حاسس ان انا مالك الكروت. وبص صابع الابهام لو انا فردته بيوصل للكورنر هناك. اللي انا بعمله ايه هو ان انا بعمل صابعي كده، مجرد ما يظهر الكورنر بحط ايدي. تاكد ان ايدك من هنا لازم تكون يعني شايف، لو انا حطيت ايدي بص الكارت بيتسحب لوحده من غير ما امسكه كمان، فدي هتساعد. فانت ممكن تحط حاجه لزجه شويه شويه مش كتير، او تاكد ان ايدك مثلا ما عليهاش تراب، لان التراب مش هيخلي الكارت يتزحلق معاك. شايف مش هيخلي الكارت يطلع، لو ايدك فيها تراب مش هيخلي الكارت يطلع. لكن زي ما انت شايف بص في سهوله في الطلوع اهو، شايف الكروت بتنزل بسهوله من غير اصلا ما امسكها. فانت محتاج الاول تتدرب على السكند ديل. البوزيشن اهو زي ما انا قاعد بص بعمل كده، لما باجي احط ايدي برفع ايدي شويه لفوق، فبعمل كده بص وبسحب من تاني كارت بالراحه. اللي بيحصل بالظبط اهو بص كده. في معلومة تانية مهمة، وهي انك تتأكد ان الكروت نفسها مش متلزقة في بعض. يعني حاول ما تكونش عرقان او الكوتشينة انت لاعب بيها كتير، فبالتالي هتلاقيها اصلا ملزقة في بعض. فحاول تختار كوتشينة الكروت ما بينها وما بين بعض في فراغ او في هوا، فاهم؟ اهو ممكن تفضل تعمل كده كتير عشان خاطر تفصل اي كارتين عن بعض. بعد كده تبدأ تجرب الحركة، تلاقي الموضوع بقى ابسط معاك. بص اهو انا بعمل كده، مجرد بس ما بيبدأ يظهر لي فراغ بحط ايدي اسحب وامسك وانزل اهو بالشكل ده. وطبعا ما بفضلش عامل كده علشان هو ما يشوفش المنظر ده، لا بعمل كده كأني هاخد اول كارت وانزل تاني كارت. طبعا بسرعة مش هيبان اي حاجه. وزي ما قلت لك طول ما انت بتستعمل كوتشينه ما فيهاش بوردرز هيبقى احسن كتير. السر بتاع تعليم الحركه دي ايه يا جادو؟ من الاخر السر هو الاستمراريه. لازم تستمر في الحركه، لازم يبقى قدامك مرايه، لازم تفضل تتدرب عليها مره واثنين وثلاثه وعشرة. انا ما اتقنتش الحركه دي غير بعد شهور والله العظيم، مش بس ايام ولا اسابيع. وانا ما بقولكش انها سهله، بس تخيل لما تتعلم حركه قويه زي دي، شوف انت تقدر تعمل بيها ايه. شخص هيقول لك مثلا رقم 20، فخلاص انت عارف ان البنت اول كارت، خلاص هتبدا تعد 19 اهو بالشكل ده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهكذا. واول ما توصل عند 19 نزلت 19 هتعمل في 20 نفس الوضع، بس هتاخد اول كارت بقى. يعني ما تجيش بعد ما انت عمال تعمل كده 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 تيجي عند 20 تعمل له كده او تمسكها كده، يعني فاهم؟ لازم تخلي نمط الحركه هو بالظبط. يعني بدل ما تعمل كده عند 20 لا اعمل برضو نفس الحركه، اللي هو كانك بترفع ايدك وخد الكارت ال20 عادي تماما، حطه قدامك على الطاوله. بعد كده اقلب وري له ان كل الكروت كانت عشوائيه، حتى الكروت اللي بعد كده كانت عشوائيه. وبالفعل فاطمه عند رقم 20. بس كده يا سيدي، تاني بقول لك ان الخدعه مش سهله خالص ومحتاجه تدريب كتير. صور نفسك فيديوهات وابدا قارن يوم في التاني في التالت. ابدا عود ايدك ومخك على الحركه، ومع الوقت ايدك هتكون خفيفه في انك تتعلمها وتعملها. وبس كده، ما تنساش تعمل تاني لايك للفيديو وتعمل لي فولو على اكونتات السوشيال ميديا، وما تنساش تشترك في القناه. شكرا ليكم، بحبكم جدا، واشوفكم في باقي فيديوهات السلسله. سلام عليكم.